اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نستقطبوا الاشياء الجميله الحياه ديالنا بواحد الطريقه اللي هي ربانيه، وبواحد الطريقه اللي هي من القران الكريم وبذكر الله تبارك وتعالى. بالنسبه للاخوان اللي مازال ما داروش متابعه القناه، الاخوان اللي مازالوا ما كيعرفوش القناه ديالي، فاهلا ومرحبا بكم في قناه منوعات فسيحه. نتمنى انكم ديروا متابعه وتشيروا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده الجميع. ندوزو ان شاء الله باش نبداو ونعرفوا كيفاش ممكن اننا نستقطبوا الاشياء الجميله الحياه ديالنا على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله. اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا باتم الصحه ديالكم، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. تعازيه الحاره للناس اللي فقدوا الاهالي ديالهم، الناس اللي فقدوا البيوت ديالهم، نسال الله سبحانه وتعالى يعوضهم خير. وبالنسبه للصوت اللي كتسمعوه راه جاي من عند الجيران، فخارج على الاراده ديالي، لهذا كنعتذر منكم. على بركة الله، باش ممكن أننا نستقطبوا أو نجلبوا الأشياء الجميلة الحياة ديالنا. أول حاجة غنديروها في الحياة، وأول حاجة غنديرها في اليوم ديالي، هو أنني من غنفيق الصباح إن شاء الله نقول الأذكار ديالي، نتوكل على الله ونقول الدعاء. الإنسان مني كيفيق الصباح من طبيعة الحال كيستقبل يوم جديد، وكيكونوا الحمد لله ارزاق وابواب مفتوحه اللي هي جديده، والبارح كيتسمى من الماضي. فاول حاجه كنحسن النيه بالله سبحانه وتعالى، وكنعرف انني الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، وانما كناخذ بالاسباب. فاختي اخي، تكون نيه وتكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتكون عندي واحد الطاقه اللي هي ايجابيه، واحد الظن اللي هو جميل انني غنخرج في يومي هذا وغنستقبل الناس مزيانين، وغندوز العمل ديالي بخير وعلى خير. وبالنسبه للناس اللي كيخرجوا في ذاك اليوم باش يسعاو الرزق ديالهم او يقلبوا على العمل، دائما يكونوا ناس متفائلين وناس كيقول بان اليوم ان شاء الله غادي يكون خير، واليوم غنوصل للمنتهى ديالي، واليوم داكشي اللي بغيتو غادي نحققه. فهكا كتكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكتكون طاقة اللي هي إيجابية، وكنستقطب أشياء اللي هي جميلة الحياة. كيفاش غادي نديرو هاد الأشياء بالقرآن الكريم؟ كاينين صور اللي هما في القرآن الكريم عندهم خدام اللي كيكونوا على هاد الآيات أو على هاد الصور من القرآن الكريم. مثلا بالنسبه للانسان اللي بيخرج الصباح، ندير التحصين ديالي سوره الفاتحه، المعوذتين، ايه الكرسي، اواخر سوره البقره، ثم ندعي ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. شنو هما هاد الصور؟ كاينه سوره ياسين، وياسين لما قرات له، الا قريتيها الزواج يسر الله في الزواج، الا قريتيها التيسير يسهل الله في التيسير، الا قريتيها لاي حاجه بغيتي تحققها في الحياه ديالك، وتكون يقين بان الله سبحانه وتعالى هو العاطي وهو المانع. ولكن الله سبحانه وتعالى انزل لنا في كتابه ايات، وانزل لنا في كتابه صور من القران الكريم كي ناخذ بها وكي نعمل بها في حياتنا. هذا لا يعني ان باقي الايات التي تتواجد في القران الكريم ليست مفيدة لشيء، وإنما لا، بل القرآن كله خير وكله فيه بركة. وإنما الله سبحانه وتعالى اختص آيات عن آيات لأشياء ما في الحياة كي نقرأها إن شاء الله وبإذنه ويكون فيها التيسير. فبالنسبة كما قلنا لسورة ياسين، فيها تيسير كثير من الله سبحانه وتعالى، أرزاق، الأسقام،
جميع الأشياء. يعني يقولون كما يقولون أن سورة ياسين لما بدأت له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وإنما نأخذ بالأسباب. وبالنسبة للناس الذين سحروا أو أصابوا، يعني تصابوا بالسحر أو تصابوا بالعين أو تصابوا بالحسد، ولكن ما عارفينش شنو الإصابة اللي عندهم، فالله سبحانه وتعالى بعد قراءة هذه السورة الله سبحانه وتعالى سيبين لك بإذنه في منامك من أصابك بالعين أو من أصابك بالسحر أو من أصابك بالحسد. فيا ترى ما هي هذه السورة؟ لا أظن أن الكثير يقرأها، قليل الذي يقرأ هذه السورة، ولكن هي سورة سبحان الله العظيم. حتى لو كانت تسرق منك أحلامك، هناك أناس مصابون بالمس وعندهم عارض، وإنما يقول لك المرأة أنا حلمت، ولا الراجل يقول لك حلمت، ولكن صبحت ناسي، ما عرفتش اشنو حلمت. انا بنت كنحلم وبزاف الحوايج دازو في راسي، ولكن انا كنصبح ناسي. هنا اختي اخي يسرق منك حلمك. اذا كان عندك عارض، اذا كان عندك مس، فذلك المس ينسيك ما حلمت او الرؤيا الذي رأيت. ونقول ان الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن، والله اعلى واعلم. فهذيك الرؤية اللي انت كتسرق منك وهذاك الحلم اللي كيسرق منك، فهذاك العارض اللي عندك ما كيخليش انك تعقل في الصباح. علاش؟ باش ما تعرفش اشنو الاشياء اللي معك. ولكن هذه الصورة قراوها الناس بالتجريب، ولا اتكلم من فراغ، قراوها وتوصلوا ان فعلا حلمهم كيسرق منهم. ومن بعد ما قراو هذه السورة لمدة 40 يوما اتضحت لهم الرؤيا، وبدات كتبان لهم اشياء اللي كانت مخفية عليهم. وسبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذه السورة اخواني اخواتي لا اطيل عليكم، هي سورة الدخان. والقليل منكم على ما أظن لم يقرأ سورة الدخان. سورة الدخان يداوم عليها الشخص، امرأة أو رجل أو أنا ما كان، يعني أي شخص كان مصاب أو أي شخص كان يعاني من شيء ما، أو مريض أو مصاب إصابة روحية كما نقول مس، فيقرأ هذه السورة التي هي سورة الدخان لمدة 40 يوما قبل المنام، ثم سيرى العجب. سبحان الله، سيرى العجب العجب العجب. ولكن كنخبركم بالنسبة للناس اللي قرأوا سورة الدخان وتوصلوا للإنسان الذي أصابهم أو الذي سحر لهم، أتمنى أنك تكون يا لاله أسيدي ناس رزانين مثبتين. ما غنمشيش عندك السيده ونقول لها درت ليا، وانما غادي ناخذ الاحتياط ديالي من داك الشخص او من ديك الانسانه، وغادي نشافي راسي، يعني غادي ندير السبل اللي هما ديال الشفاء والكمال على الله سبحانه وتعالى، ونسد الفم ديالي وما نتكلمش في هذه القضيه مع حتى شي حد الا مع الشخص اللي تابع الحاله ديالي او الشخص اللي كيرقيني، باش يعرف منين غادي يبدا العلاج ديالو. الى هنا اخواني اخواتي كتسالي هذا الفيديو ديالي او هذا اللقاء ديالي معكم. انا دائما هنا باش نفيدكم، وانا هنا دائما كنصنت لارائكم اعتقاداتكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده للجميع. وان شاء الله وباذنه غادي ندير معكم ان شاء الله فيديوهات. الفيديو اللي كندير ما كيكونش يشبه الاخر. علاش؟ باش كنهضروا بزاف في المواضيع، وكنهضروا بزاف الاشياء اللي حنا محتاجين لها في اليوم ديالنا، واللي حنا بامس الحاجه ليها وخاصنا نهضروا عليها.
فكما قلت لكم كنخلي لكم الراحه، كنسال الله سبحانه وتعالى كل من هو مريض الله يشفيه، واللي محتاج الله يعطيه، واللي هو كيتصنت ليا في هذه الساعه هذه وكيحس بهاد الاشياء او كيعرف هاد الاشياء هادو وقعت معاه، فان شاء الله عليه سوره الدخان ويقراها ان شاء الله كل يوم لمده 40 يوم قبل المنام العفو، قبل المنام يعني قبل ما ينعس. واكيد الانسان يتوضا ويصلي ركعتين قضاء حاجه ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو آخر إن شاء الله ونتكلم لكم على صور اخرين اللي هما إن شاء الله ليس نقول مجربين، ولكن كلام الله لا يجرب، إنما ناس قراوها ووصلوا الحمد لله الأشياء اللي هما كانوا كيطمحوا ليها شفاء أو تيسير أرزاق. والله سبحانه وتعالى كما قال ما أنزلت عليك القرآن لتشقى، فإحنا الحمد لله رحنا في القرآن الكريم، وبإذن الله سبحانه وتعالى من أراد الشفاء الله سبحانه وتعالى غيشفيه. والسلام عليكم ورحمة الله.